كلمتين، مين اللي قال وضع المنتخب المصري مش مؤثر على محمد صلاح بالسلب؟ بالعكس، ده مأثر عليه ومحطمه تحطيم. شفنا محمد صلاح الموسم اللي فات متواضع جدا مع الليفربول، رغم من ذلك محافظ على كيانه بين اللعيبه العالميين في الدوري الانجليزي، ولكن أثر عليه بالسلب. بعد ما السنغال وصلت مننا كاس العالم لازم يحصل له حاله انحدار وانحدار بمستوى الدوري المصري، بمستوى المنتخب المصري. بالعكس يا جماعه، محمد صلاح متاثر جدا من وضع المنتخب المصري. حاول تلعب كوره سلسه مع محمد صلاح، ما تحطمش محمد صلاح، ما تحاولش تعمل حاجه انك انت تحس بيها انك انت احسن من محمد صلاح. اوريدي محمد صلاح ملهوش مثيل، حاول تبقى زيه، حاول سقف طموحاتك توصل للي وصل له محمد صلاح. ما تعملش زي تريزيجيه لما احترف للدوري الانجليزي كان كل طموحاته يفوز على الليفربول عشان خاطر محمد صلاح بيلعب في الليفربول، كان كل طموحاته يفوز على الارسنال علشان خاطر محمد النني بيلعب في الارسنال، وبالفعل فاز على الليفربول وفاز على الارسنال، ولكن بعد كده سقف طموحاته وقف على كده. شفنا استون فيلا اتنازلت عنه او ما نعرفش بعته لفين. المهم ان تريزيجيه ما ظهرش تاني خالص. ليه؟ لان وقف سقف طموحاته انه يفوز على الليفربول عشان خاطر محمد صلاح ويفوز على الارسنال عشان خاطر محمد النني. شفنا الموسم اللي فات محمد النني اصابه كبيره، ولكن الارسنال قدره ومضاله وجدد له سنه تاني عشان خاطر كان بيعمل مجهود. الولد في الارسنال كان ملتزم، كان دايما تحت طوع المدير الفني، عشان كده الارسنال قدره وجدد له العقد، بعكس تريزيجيه اللي وقف سقف طموحاته بعد فوزه على الارسنال والليفربول. عاوز اللعيبه المصريه تخلي طموحاتها انها تكون زي محمد صلاح، تكون زي محمد النني. النهارده شايفين مصطفى محمد بصراحه واكل النجيله في الدوري الفرنسي، النهارده هداف الدوري الفرنسي. ليه؟ لان خط طموحه انه يكون زي محمد صلاح، ما يكونش انه اعلى محمد صلاح، لان محمد صلاح حاليا هو التوب. شفنا عرض اتحاد جده لمحمد صلاح وهو عرض مهول، يعني معنى كده ان محمد صلاح بالفعل تقيل في الكرة العالمية، تقيل في الدوري الانجليزي. حاول تكون زيه، ما تحاولش انك تكون احسن منه، بالعكس انت لو حاولت تكون زيه كده احنا بالنسبة لنا كمصريين هنفتخر بيك اشد افتخار. حاول تكون مع محمد صلاح لاعب متميز في الملعب، تشوف تحركات محمد صلاح ايه، تشوف محمد صلاح رد فعله ايه، تشوف محمد صلاح بيعمل السرور ازاي، تستقبل الاسيست من محمد صلاح ازاي وتستفيد منه على الجول ازاي. كده انت هتنجح وطموحاتك تكون مساويه انك توصل للي وصل له محمد صلاح. وبالنهايه بشكر الساده المشاهدين، يا ريت عمل اعجاب للفيديو ومشاركه القناه والاشتراك في القناه. لكم مني جزيل الشكر، اخوكم من اسوان، ادعموني.